المعدل ما يتبدل، وعشان شاطرة ومعدلة قررت اليوم أعملكم أطيب فطاير سبانخ. يلا نبلش. عندي هنا كمية من الطحين، عندي معلقة كبيرة من الخميرة، سكر، ملح، حبتين من البيض، لبن، حليب سائل، وزيت زيتون. طبعا هون زيت الزيتون أنا كسرته بشوي بزيت الذرة. هنا عندي تقريبا 2 كيلو من الطحين، أضفت لهم معلقة كبيرة من الملح، راح أضيف عليهم حبتين بيض لازم يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، راح أضيف عليهم كاسة ونص من اللبن. هون اللبن ما حبيتيه بتستغني عنه. وراح أضيف عليهم كاسة من الحليب الدافي، ضروري يكون دافي. وراح أضيف عليهم كاسة من زيت الزيتون. وراح أضيف كاسة إلا معلقة من السكر. المعلقة هاي راح أخليها حتى أفور فيها الخميرة. هون راح أبلش أعجن المقادير كلها بالمي الدافية. وهون الخميرة أنا فورتها بمعلقة من السكر ومعلقة من الخميرة وكاسة من المي الدافية، هيك لحتى صار عندي بهذا الشكل. هسا راح أضيف كاسة الخميرة للعجين، وبعدها راح أبلش أعجن وأكمل باقي الكمية بالمية، هيك لحتى أحصل على عجينة طرية وناعمة. طبعا شوفوا ما شاء الله قوام العجين، لازم أضلني أقلب فيها يعني لمدة لا تقل عن 10 دقائق لحتى أحصل على عجينة طرية وبنفس الوقت متماسكة. طبعا هيك لما صارت عندي بهذا الشكل راح أضيف عليها تقريبا معلقة من زيت الزيتون، وراح أدهن وجهها. شوفوا ما شاء الله كيف ناعمة وطرية. وراح أغطيها وأتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة. هسه راح أحكي عن السبانخ. أنا استخدمت هون تقريبا 2 كيلو من السبانخ، غسلتهم وقطعتهم، وبعدين حطيت حبتين من البصل مع كاسة من زيت الزيتون، كلبتهم على الغاز وأضفته للسبانخ. بعدين أضفت معلقة كبيرة من السماك ومعلقة كبيرة من الملح وعصير 3 حبات من الليمون ورشة من الكمون. خلطتهم كلياتهم مع بعض لحتى صاروا عندي بهذا القوام. طبعا أنا أضفت هون معلقة اختياري هاي الشطة، انتي ما حبيت الشطة لا تضيفيها. طبعا هون شوفوا العجينة ما شاء الله بعد ما خمرت. هون راح أبلش أقطعها. طبعا هون أنا لما بلشت أقطعها قطعتها الحجم يعني الوسط، لا يعني الحبة لا مش لازم تكون لا كبيرة ولا صغيرة، وانتي هذا ذوق شخصي، كيف ما بتحب تقطعيها قطعيها. طبعا بهذا الشكل كلياتهم راح يكونوا بهذا الشكل. وراح أرجع أترك العجينة ترتاح كمان لمدة 10 دقائق. بهاي المرحلة ضروري ترتاح ب10 دقائق لحتى تفرد معك العجينة منيح. هسا هون راح أبلش أشكلها. هون راح أدهن كمية من زيت الزيتون، وراح آخد قطعة من العجين وأبلش أفرد فيها. طبعا هون العجينة بتفرد معي وبتمد معك ما شاء الله لأنها العجينة مرتاحة. راح آخد من معلقة لمعلقة ونص من السبانخ. طبعا هون حسب العجينة شو بتاخد بتعطيها. وراح أبلش أسكرها. هون راح أبلش أسكرها على شكل مثلث. في ناس بيحبوا يعملوها كمان زي المطبق، هذا اختياري. طبعا بهذا الشكل هيك لحتى أكمل الكمية كاملة. هون راح أحطها بسدر مدهون من الزيت وراح أدخلها على الفرن، ولما تطلع هيك بكون الشكل. طبعا هيك بعد ما طلعت عندي من الفرن راح أرجع أدهن وجهها بزيت الزيتون. أنا بنصح فطاير السبانخ والزعتر الأخضر وخبز وكراس العيد أو خبز العيد ينعملوا على وقت زيت الزيتون. طبعا شوفوا ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن ريحة بتجنن، طعم ولا أروع، لازم تجربوها. كانت معكم ابتهال الطوباسي. إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالصفحة وتفعيل زر الجرس ليوصلكم كل شي جديد، والسلام.